alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala khayri khadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman kasira. أيها الإخوة المؤمنون، ينبغي أن يكون المسلم من التبشر في أمور دينه، وبينا أن من التبصر معرفة الأولويات. ونود اليوم أن نتحدث عن واحد من أهم الأولويات، وهي العلم والمعرفة قبل الإقدام على عمل ما. قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن خشية الله كخشيته لا يصل إلينا خير العلماء، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد اختارهم من الشهداء الألوهية. قال تعالى في كتابه العزيز: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويجب على كل مكلف أن يتصرف تصرفا فيما بينه وبين ربه، أو فيما بينه وبين نفسه، أو فيما بينه وبين غيره من المخلوقات، حتى يعلم حكم الله فيه سبحانه وتعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وقد بين شيخ الخديم رضي الله عنه وأرضاه: حرم الإقدام على عمل من خير معرفة حكم الله فيه، وفعل شيء قبل أن يعلم ما حكم فيه مطلقا رب السماء، بما على مكلف قد حرم قدم على عبادة تعلما. وقال أيضا في تواليفه: من كان جاهلا بفرضه ولم يسأل فنفسه أباد والظلم. أيها الإخوة المؤمنون، إنما يجب إعطاء الأولوية للعلم والمعرفة الأمور. نتذكر الاثنين من أهمها. أما الأول فهو أنه لا يصح العمل إلا إذا وافق الكيفية المطلوبة وكيفية المعلومة. لا يمكن أن يأتي بها من لا يعلم، ومعرفته أكثر نفعا وثوابا. يقول شيخ الخديم رضي الله عنه: والعلم أفضل أخي من العمل، وأسه ففاز من له حصل. قليله بالعلم أكثر الثواب من الكثير مع جهل لا ارتياب. وعلى الوالد أن يعتنوا بتعليم أولادهم وقت الصباح، فكل من لم يتبادر بالعلوم مع تفرغ لها قبل الأمور فلا ينال غالب مطلوبا منه وليس يحتوي مرغوبا.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهله الله له طريقا إلى الجنة. يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين.